شوية عيال زبالة بيعكسوا بنات، واحد فيهم عامل لي فيها راجل قدام صحابه بيمد ايديه اتيبست ومش عارف يحركها، وايديه اديته قلم على وشه وبيعمل حركات غريبة وايده لسه بتضربه. صاحبه قال له انت ملبوس ولا ايه، وسابوه هربوا. البنات بيضحكوا عليهم. شيرين صالح هي اللي عملت فيهم كده. شيرين اتخرجت من كلية تجارة من سنتين، لسه ما اشتغلتش من ساعة ما اتخرجت، ونفسها تشتغل لانها زهقت من قعدة البيت. شيرين ساحرة واكيد مش هتتعب نفسها في شغل البيت، هي تشاور بايديها وكل حاجة بتترتب وتتنظف، واكيد مش هتطبخ زي الناس العادية. محدش راضي يديني لايك. ما تديني لايك يا اخي. الموضوع ده اصله وراثه في عيله امها. جدة جدتها اتعلمت السحر من ساحر هندي ايام الخديوي اسماعيل، اصلها كانت من وصيفات القصر. ومن جدة جدتها وصل السحر لجدتها سونيا، اشطر ساحره في العيله، واللي دايما بتقول لها اوعى تستخدمي السحر في الشر، واوعى تستخدميه لا في الحب ولا في الكره. بس امها رافضه انها تستخدمه اصلا. امها بتقول لها اسقطي بس ما تستخدميش السحر، لان امها عاشت حياه صعبه. كل ما حد يعرف انها بنت سونيا الساحره كان بيخاف منها، وعشان كده منعت بنتها انها تستخدم السحر لا جوه البيت ولا بره. مش عايزين الناس تعرف انها ساحره لانها كسرت تعمل حاجتها بايديها. شيرين محتارة ما بين أمها اللي رافضة موضوع السحر وما بين جدتها اللي بتكسب من ورا السحر كتير، وأمها مقاطعة جدتها ومش هتكلمها إلا لما تبطل السحر اللي بتعمله حتى لو في الخير. شيرين بتزور جدتها في المركز الصحي بتاعها. جدتها سونيا بتعمل دايت خاص لكل واحد من الزباين. طبعا هي بتقول لهم كده، بس هي بتديهم دايت عادي، بس بتسحر الأكل الصحي ويبقى بطعم الأكل العادي اللي مليان دهون. مثلا الست دي الدايت بتاعها الغدا تونة وسلطة، لما تاكل التونة هتحس نفسها بتاكل بط محشي رز. نرجع لشيرين اللي بتقول لجدتها انها زهقت ونفسها تشتغل. جدتها بتقول لها انت عندك موهبة، استفيدي منها شهرة وفلوس. انا قدامك بسحر الاكل الدايت علشان يبقى طعمه حلو. شيرين بتقول لها ماما بتقول عليك انك بتحوري على الناس. جدتها ردت انها ما بتزيش حد ابدا بالسحر، وانها غيرت حياة ستات كتير وحياتهم بقت اجمل. نادية صاحبة شيرين وجارتها بتشتغل في بنك، بتسأل مدير الاتش ار لو عايزين موظفين فريش جرادويت. قال لها البنك عايز موظفين. قالت له ينفع اكلم صاحبتي؟ قال لها خليها تبعت السي في بتاعها وانا ههتم بالموضوع ده شخصيا. شيرين راحت البنك وقابلت مستر محمود اللي هيعمل الانترفيو، وبيسألها انت شايفة نفسك فين بعد 5 سنين؟ قالت له اترقيت وكل الناس بتحبني هنا، وانا بحب التيم وورك، واتمنى انا وزملائي كلنا نترقى مع بعض. محمود ما كانش عاجبه الاجوبه اللي قالتها. سالها انت صاحبه ناديه؟ قالت له اه. محمود قال لها احنا عندنا في البنك الاقارب مرفوضين والاصدقاء مش محبذ، بس علشان خاطر الانسه ناديه انا هسعى ورا الموضوع ده شخصيا، وان شاء الله هتتقبلي. شيرين اتقابلت في البنك وده اول يوم ليها. قالت لنادية انها اتقابلت بمجهودها لا سحر ولا شعوذة. نادية معجبة بنائب مدير الفرع حازم، بس هو مش واخد باله منها، ده مش شايفها اصلا. نادية قالت لشيرين اعملي اي حركة سحرية لحازم خليه يشوفني نجلاء فتحي. شيرين رفضت لانها زي ما قلت لكم ما بتستخدمش السحر لا في الحب ولا في الكره. بعد كده اتعرفت على غدير زميلتهم في الادارة. شيرين بتكلم امها بتهزر معاها وبتطمنها انها استلمت الشغل. المكالمة دي ما كملتش 10 ثواني غدير راحت عند الاتش ار بتشتكي انها شايله كل الشغل لوحدها، وانه شيرين دي ما تنفعش، دي تشتغل فاشونيستا احسن. وماسكه تليفون البنك بترغي مع امها وتيتا وعمته، دي كمان بتحلف انها عملت كده. لما سمع انه شيرين بتعمل كده كلمها وقال لها تيجي حالا. شيرين جت. نادية خرجت. قال لها انت عندك موبايل واكيد شغال. طب لما الموبايل شغال بتتكلمي من تليفون الشغل ليه؟ هي لسه جديده وما عرفتش تدافع عن نفسها. تاني يوم نائب المدير بيطلب من شيرين انها تطلع فايلات العملاء وتجهزهم بعد ما يخلصوا شغل، وتفضل قاعدة في المكتب. حازم خلص مروح، شاف غدير هتروح قال لها رايحة فين؟ شيرين لسه جديدة، انت ترجعي وتفضلي معاها لحد ما تخلص. شيرين وهي بتدور على الفايلات وقعت الدولاب، ولو هترجعهم هتقعد للصبح. شاورت بايديها وكل حاجة رجعت مكانها. المشكلة انه غدير شافتها وهربت من البنك. بعدها راحت عند الاتش ار وقالت له ان شيرين بتعمل سحر، وانها شافتها وهي بتلف الارشيف بصباعها يمين وشمال، وارتعبت من اللي شافته، اكيد مش هيصدقها واتريق عليها. غدير قالت للموظفين كلهم وكلهم بيتكلموا عليها. شيرين راحت عند جدتها وشرحت لها عن السمعة الوحشة بين الموظفين، والسبب غدير.
تيتا قالت مش هي منافسنا ومركزة معاكي، خليها تلف حوالين نفسها، جننيها، اعملي فيها شوية مقالب تحرمها تفكر فيكي، بس اوعى تخلي حد يكرهها او تحب حد يمرمطها، لا حب ولا كره، شوية مقالب على خفيف. شيرين خلت الدولاب يخبط في نادية، والقلم بيلسع وبيطير، والفايلات ورقها بيطير، وهي في المكتب خليتها تشغل اغنية صوتها عالي جدا. الاتش ار بيهزقها وبتقول له شيرين هي اللي بتعمل فيني كده، قال لها ما تغلطيش في الزملاء وكفايه تهيؤات، واتريق عليها مره تانية وقال لها شيرين وراكي. نادية قالت لشيرين انا عارفه لا حب ولا كره، بس اعملي اي حاجه تخلي حازم يشوفني. ردت عليها هتفكر لها بحاجه. شيرين خلصت فايل مهم وحطته في الشانون وقفلت عليه، والمفتاح حطته في درج المكتب لو حد من الموظفين عايزه. غدير استنتها لما روحت وخدت المفتاح. تاني يوم حازم بيسأل على الفايل، شيرين مش لاقيه المفتاح وحازم بيزعق فيها. نادية جت وقالت انها خدت المفتاح ونسيت ترجعه، وادتها مفتاح تاني وبصت عليها تقصد انه بالسحر يخلي المفتاح ده يفتح الشنن. بعدها ادته الفايل وبيهزق نادية قدام الموظفين. نادية لسه مش فاهمة انه محمود بيحبها وان هو اللي لملم الموضوع من غير ما يتخصم من المرتب. شيرين مهانش عليها ان صاحبتها تتبهدل بسببها وهتساعدها، يمكن حازم يوصلها. امها قالت لها انا عرفت انت عملت ايه مع زميلتك، صحيح انها ضايقتك بس ما ينفعش تعملي سحر في المكان اللي بتشتغلي فيه. انت تعرفي ليه انا بقولك اوعى تستخدمي السحر خالص؟ لما كنت في اعداديه كنت برغي مع زميلتي، المدرس سمعنا اما هزقنا وسط التلاميذ كلهم، صاحبتي روحت وهي مقهوره وانا حلفت لاخد بحقها، والمدرس عملت له سحر خليته يمشي بظهره اليوم كله، المدرسه كلها بقت بتتريق عليه، الراجل ما استحملش، جات له ازمه قلبيه ودخل المستشفى. بعدها حلفت مش هتعمل سحر تاني لانه السحر بيأذي. في موظف في البنك بيشتكي من اللي اسمها غدير لنائب المدير حازم، ونادية قالت له انه غدير بتضايق شيرين وحازم هيشوف لها حل. غدير قالت لنادية انه حازم بيفكر ينقلها فرع تاني وانها مش هترتاح الا لما تفضح صاحبتها المخاوية. شيرين هتساعد نادية انه حازم ياخد باله منها، وهتعمل كده بانها تقرا افكاره وتقول لنادية تعمل ايه. شيرين لما قربت منه سمعت افكاره وهو بيقول يا عم اخلص انا نفسي اضرب شويه طعميه سخنين في عيش بلدي، وراحت قالت لنادية اللي جابت له الفطار اللي نفسه فيه. وفي عيد الام حازم اتزنق وما جابش هديه لامه، شيرين سمعته ونادية جابت هديه لامه، وهو قال لها ايه انت بتقرا افكاري؟ حازم بيطلب من غدير شغل مهم بس ما خلصش، قال لها الورق ده بقاله عندك اسبوع وانت مش فاضيه مركزه في النم والكلام على الناس، الشغل ده كله يروح لشيرين. غدير بتعيط في الارشيف وبتجهز خطه تنتقم فيها من شيرين. غدير بيقولوا عليها في البنك عقربة، أول خطوة ليها في الانتقام إنها تخلي نادية تكره صاحبتها شيرين، وزرعت في دماغها إن صاحبتها هتخطف حازم منها. خرجوا يتغدوا مع بعض. نادية خدت شيرين على جنب وقالت لها ما ينفعش تفضلي قاعدة زي الباراشوت، أنا عايزاكي تقولي لحازم إنك مش فاضية وتمشي. نادية مش عايزاها تفضل معاهم. شيرين وافقت وخرجت واعتذرت من حازم، وهي مش سمعت أفكار حازم وهو بيقول ليه هتمشي ليه بس. شيرين كلمت التيتا وقالت لها على اللي سمعته ونفسها ترجع تشوف هو يقصد ايه، بس خايفة لو رجعت تبقى باراشوت. التيتا قالت لها ارجعي. حازم لما شافها فكر وقال الحمد لله انها رجعت. شيرين سحرته وخليته يتكلم ولمح انه مش بيفكر في نادية، وقال انه نفسه يقابل مامة شيرين لانها شايلة مشروع السوبر ماركت لوحدها وبنتها زي الفل وشاطرة. هنا نادية فهمت انه بيحب شيرين، وشيرين كانت خايفة على زعل صاحبتها. نادية سألتها انت ايه اللي رجعك؟ قالت انا سمعت حاجة في دماغه ورجعت اتأكد منها، واتكسفت تقول لها انه ما بيفكرش فيها. نادية قالت لها انها فاهمة انه بيحبها وانه غدير كان عندها حق. شيرين زعلت وقالت لها ما تكلمنيش تاني لحد ما تعالي. الاتش ار بيكلم نادية لانها بتعامل العملاء بعصبية، قالت له انا اسفة الدنيا معاها ملعبيكة شوية، مشاكل شخصية. قال لها انا يا ستي حابب اسمع مشاكلك، اعتبريني الدكتور النفسي بتاعك. نادية دماغها مع حازم بس مش واخدة بالها من اللي بيحلم بيها. غدير بتقول لي شيرين اكيد انت مش محتاجه تركبي مواصلات، انت تركبي مقشه وتطيري بيها. بتستغل فرصه انهم متخاصمين وناديه مش هتدافع عنها. حازم قال لشيرين انه بيدور لابن خالته على عروسه وهيقول له على ناديه، وبيسالها ايه رايها ما انها صاحبتها. قالت له ايه رايك نتقابل بكره في الكافيه ونتفاهم. غدير كانت بتسمعهم هما بيضحكوا وقالت لنادية انت مقضياها هنا وحبيبتك مع مستر حازم مقضيينها ضحك وفرفشه، ايه انت هتفضلي عبيطه لحد ما تخطفوا منك؟ قالت لها طب اعمل ايه؟ قالت لها روحي عندي شيرين وصالحيها علشان نعرف هي هتعمل ايه.
نادية اتصالحت مع شيرين وعرفت انها هتقابل حازم بكرة، ونادية الشك عندها بيزيد انه صاحبتها بتمثل عليها انها هتظبط لها حازم وهي بتظبطه لنفسها. وراحت قالت لغدير انها هتقابله بكرة، وقالت لها انت دلوقتي اتأكدت من كلامي، احنا هنطب عليهم في الكافيه. شيرين سألت حازم بشكل مباشر: نادية لفتت انتباهك؟ رد عليها: في الحقيقة الفترة الأخيرة لفتت انتباهي، بس الموضوع ده محتاج قبول من الطرفين، أنا من جوايا لازم أبقى حاسس باللي هي حاسة بيه، بس للأسف ده ما حصلش، ودي حاجة ما تعبهاش. هي هنا اتأكدت إن هو مش بيفكر بنادية خالص. غدير ونادية وصلوا، وقالت لشيرين: أنا مجنون إني كنت فاكرة إنك ممكن تساعديني، أنت قاعدة بتظبطي لنفسك. غدير فعلا طلع عندها حق. غدير قالت لحازم: انا قلت لك ان شيرين بتسحر، وادي صاحبتها ممكن تقولك. نادية قالت له: ايوه ساحرة، وعيلتها كلها كده، وهي اللي خلتني اسمع افكارك. شيرين قالت: كفاية، وكسرت كل حاجة. حازم مش عارف يقول ايه. شيرين بعد اللي حصل بقالها اسبوع ما بتروحش الشغل، وقافله التليفون، وتيتا جت تطمن عليها وهزقت بنتها اللي مقطعاها، ودخلت تطمن على حفيدتها. غدير حورت على نادية وعرفت اليوزر نيم بتاعها، وشافتها من بعيد وهي بتحط الباسورد. الحاج عرفة بيقول انه في 1,900,000 مخصومين من حسابه ومش معروفين دول بتوع ايه وراحوا فين. حازم شاف الورق ولقى انه في فلوس مخصومين من حسابه، وقال له: اديني فرصة لاخر النهار وانا هرد عليك. حازم قال لنادية انه في 1,900,000 اتسحبوا من الرصيد، راحوا فين؟ قالت له: شيك مصرفي. قال لها: فين صورة الشيك المصرفي؟ قالت له: معرفش، ومش لاقية اي حاجة تثبت اصدار الشيك. قال لها: ايه، عملية وهمية؟ واتأكد من السيستم، وشاف انه شيرين دخلت الشيك ونادية اللي راجعته. نادية قالت له انها ما تعرفش حاجة عن العملية دي. قال لها: انت ممكن تكوني نفذت العملية دي كلها وانت مش دريانة، انت تقلبي الدنيا وتدوري على الشيك وصورته، اي حاجة تثبت انه الشيك ده موجود. غدير دخلت وقالت ان الحاج عرفة وقعت منه صورة الشيك ده، الشيك باسم سونيا سليمان جدة شيرين. حازم قال: يعني شيرين مطلعه فلوس لجدتها من حساب العميل؟ حازم بيتهم نادية وشيرين انهم زوروا امضته، دي سرقة رسمي، احنا كده لازم نبلغ النيابة. غدير قالت انه شيرين انسانة مش عادية، بتقرا الافكار ومش عاوزة، اكيد عارفة اليوزر نيم والباسورد بتاع نادية، وكانت تقصد توقعها في المصيبة دي. حازم راح عند شيرين البيت وقال لها: انا محتاج اصل الشيك اللي باسم مدام سونيا سليمان جدتك اللي اتسحب من رصيد الحاج عرفة وراح لحساب جدتك. شيرين مش فاهمه شيك ايه اللي هو بيتكلم عليه. قال لها: انت متهمه انت وصاحبتك بانكم سحبتوا فلوس من عميل وحطيتوها في حساب جدتك. شيك ايه؟ مش فاهمه حاجه. اداها صورة الشيك وقال لها: نادية ما تعرفش حاجة، وانا متأكد انك ما تعرفيش حاجة، بس السيستم بيقول انت ونادية اللي ماشيين الموضوع ده. قالت له: طب والحل ايه؟ قال لها: تجيبوا اصل الشيك من جدتك. شيرين قالت له: مين اللي جاب لك صورة الشيك ده؟ قال لها: غدير. قالت له: طب ما شكتش فيها؟ قال لها: لا شكيت فيها، بس هي جابت الباسورد بتاع نادية منين؟ جابت الباسورد بتاعك منين؟ شيرين ردت عليه: طبعا شكيت فيا لانه عندي قوة خارقة، الناس اللي زي غدير دول الكره اللي جواهم اخطر من السحر. بعدها فهمته انها وعيلتها ما بيستخدموش السحر في الشر ابدا، وانها وامها وجدتها مش محتاجين يسرقوا بنك علشان يبقى معاهم فلوس. نادية جت وشيرين اخفت حازم. نادية اعتذرت لصاحبتها وانه كل همها كان حازم، واكبر غلط انها امنت لواحدة زي غدير. شيرين قالت لها: مش مشكلة، انا وانت هنتسجن قريب. نادية فكرتها انه العقربة عرفت الباسورد بتاعها لما كانت بتساعدها تستخدم السيستم، وبعدها افتكرت انها عملت معها حركة واطية عرفت فيها الباسورد بتاعها. كمان قالت انه الغيرة عمتها، وموضوع حازم دلوقتي ملوش قيمة عندها، وانه بني ادم ما عندوش ريحة الانسانية. شيرين بتحاول تسكتها قبل ما حازم يسمع نادية بتقول عليه ايه، ونادية فضلت تغلط فيه لحد ما شيرين خلته يبان مرة تانية. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. التيتا جمعتهم وقالت لهم: احنا لازم نخليها تعترف من غير لا سحر ولا شعوذة، واحنا هنستفيد من حكاية انه نادية بقت صاحبتها، وحازم هيمثل انه معاها، وهيحوروا عليها تسرق الكتاب ده من شيرين. حازم قال لغدير انه نفسه يمسك اي دليل يوقع فيه اللي اسمها شيرين، وعايز مساعدتها، وقالت له انها هتساعده وهتفضح شيرين على السوشيال ميديا قبل ما يسلمها للنيابة. بعدها راحت عند نادية وقالت لها لو عندها دليل ضد شيرين. قالت لها انه في معاها كتاب موجود في شنطتها فيه الطلاسم والتعويذ كلها. غدير استنت الفرصة وخدت الكتاب وادته لحازم، اللي قال لها: ايه اللي يأكد لنا انه بتاع الساحرة؟ قالت له: انا هجرب تعويذة واتأكد، ولقيت مكتوب سحر الإخفاء.
لما قريت الجملة حازم مثل انه مش شايفها وقال لها ظهري انا ارتعبت. بعدها مثل انها ظهرت وقال لها انت اختفيت بجد. طب بص في الكتاب كده، اكيد عندها تعويذة بتقرا الافكار، اقريها كده وجيب لنا الباسورد بتاع شيرين ونادية. هنا غدير قرت التعويذة وحطت الباسورد لانها عارفاه اصلا، والاكاونت بتاع نادية وشيرين فتح. هنا حازم اتأكد انها تعرف الباسورد بتاعهم لانه الجملة اللي قريتها من الكتاب كذب وما بتعملش حاجة، وخلاها تتأكد انه مصدقها. وشيرين كانت معاهم في الأوضة وبتصورها وهي بتحط الباسورد. غدير اترفدت من البنك وتحمد ربنا انها جت على قد كده. نادية اكتشفت ان محمود بيحبها وبيموت فيها من زمان، واول ما ادته فرصة اكل بعقلها وقلبها كل حاجة حلوة. وامها زهقت من القعدة لوحدها وراحت عند امها وصلحتها. حازم اتجوز شيرين وجابوا بنوتة جميلة اسمها فريدة.